أهلا بيكم. النرجسي الخفي دايما بيستفزك لأسباب كتير جدا، والاستفزاز بيحقق للنرجسي الخفي أهداف كتير. بيستفزك علشان يهرب من حاجات كتير. أول حاجة بيستفزك علشان يهرب من الصمت والفراغ اللي جواه. النرجسي الخفي من جواه مفكك، مفيش بينه وبين نفسه علاقة سليمة، حاسس بالفراغ، صمت، برودة، جواه زي قاعة فاضية ما فيهاش صوت، مفيش مشاعر حقيقية ولا حتى شغف حقيقي، فراغ عاطفي مزمن. وبيستفزك علشان يسمع صوت، أي صوت، حتى لو كان صوتك وانت بتزعق أو بتشتم أو بتبكي، المهم إنه يحس إنه موجود. النرجسي الخفي لما ينجح يخليك تتفاعل معاه حتى لو بالغضب، بيحس إنه خرج من الصمت اللي جواه. الاستفزاز بالنسبة له وسيلة يهرب بيها من جحيم السكون اللي جواه، كأنك لما تتعصب أو تزعق بتكسر حاجز الصمت اللي النرجسي مش قادر يكسره لوحده، كأن صوتك العالي هو بيديله إحساس إنه عايش، كأنك بتنفخ جواه الروح، مش لأنك بتحبه لكن لأنك اتوجعت بسببه. المهم بالنسبة له إنه يحس بأي حاجة حتى لو الحاجة دي كانت مشاعر غضب وكره. النقطة التانية، بيستفزك عشان يهرب من المواجهة مع نفسه ومع عيوبه. النرجسي الخفي ما يقدرش يبص جوه نفسه ويعترف بالحقيقة إنه مش سعيد، فاشل في علاقاته، تايه أو فارغ من جواه ومش لاقي نفسه، مليان غيرة وحقد وغل، بيحاول يدفنهم بأي طريقة لأنها مسببة له وجع وألم نفسي كبير جدا. المواجهة دي صعبة جدا عليه، لأنها لو حصلت، لو اعترف لنفسه إنه مليان عيوب، ساعتها الصورة الوهمية اللي عايش بيها بتنكسر وهتفتح عليه جرح كبير جدا من أيام الطفولة. كل ده بالنسبة للنرجسي صعب إنه يواجهه، فبدل ما يواجه نفسه بيهرب منها، كأنه بيهرب من اللي جواه لبره. بيستفزك عشان يفرغ الألم اللي جواه. بدل ما يواجه إحساسه بالفراغ يخلق مشكلة بره علشان تساعده يهرب من الفراغ اللي جواه. بدل ما يعترف إنه مؤذي يشوهك، يخليك تحس إنك أنت الغلطان، يخليك أنت اللي لازم تبرر وتشرح وتدافع عن نفسك. بدل ما يواجه إحساسه بالغيرة منك، يرمي عليك كلام يقلل منك أو يحسسك إنك ولا حاجة، كأنه بيقولك أنا موجوع لكن أنا مش هداوي نفسي، أنا هخليك أنت اللي تتوجع. وبكده يلهي نفسه عن اللي جواه ويقنع نفسه إنه بخير وإنه أنت المشكلة مش هو. وكل ده طبعا لأنه ضعيف جدا وما يقدرش يواجه اللي جواه. النقطة الثالثة، بيهرب من ضعفه. النرجسي الخفي من جواه حاسس إنه ضعيف وعاجز، لكنه مش عايز يبان ضعيف، مش قادر ينجح في علاقاته، حاسس إنه بيتكرر في كل تجربة، بيفشل، تايه، مش لاقي نفسه، حاسس إن الناس مش حاسة بيه ولا حاسة بوجوده، شايف نفسه صغير جنب اللي حواليه. يستفزك علشان يفرغ غضبه فيك أو يخليك تشك في نفسك وتضعف قدامه. بيستفزك علشان يخوفك تخاف منه وتضعف قدامه، مع إنه في الحقيقة هو اللي خايف ومرعوب منك. لكن بدل ما يعترف إنه تعبان وضعيف، يستفزك علشان يغير المشهد كله، كأنه عايز يوصل لمشهد تاني، مش أنا اللي ضعيف وتعبان، أنت اللي فيك حاجة غلط. كأنه بيقول أنا مش ضعيف، أنت اللي مكسور، أنا مش تايه، أنت اللي متلخبط، أنا تمام، أنت اللي عندك مشكلة، أنا تمام، شوف نفسك الأول، أنا دايما فوق، أنت اللي قليل. بيستفزك علشان ينكر الحقيقة المرة اللي جواه ويهرب منها، كأنه بيحجز على عقلك. أنا مش هسمح لك تحس بضعفي وعجزي، لكن أنا هسبقك وأقلب السيناريو كله عليك وتبان أنت ضعيف وعاجز مش أنا. النقطة الرابعة، بيستفزك عشان يهرب من المواجهة. النرجسي الخفي مش بس بيهرب من نفسه، ده كمان بيهرب من أي لحظة ممكن تكشفه. يعني لو حصل موقف والحق بدأ يبان، أو الطرف التاني بدأ يفهم، أو بدأ يخسر السيطرة على العلاقة، بمجرد ما يحس إنه ممكن يتحاصر بالحقيقة لازم يفلت منها بسرعة، وأسرع سلاح عنده إنه يستفزك. مش هيواجه،
مش هيرد بعقل، مش هيشرح أو يفسر اللي حصل، لكن يستفزك علشان يهد الدنيا ويسحبك بعيد عن اللحظة اللي هتفضحه. كأن الاستفزاز هو زرار الطوارئ اللي بيدوس عليه، يضغط عليه وانت تغضب والموقف يعدي واللعبة تتعاد من الأول. باختصار، النرجسي لو حس انه هينكشف هيهرب من المواجهة انه يستفزك، كأنه بيستخبى وراك، زي لعبة القط والفار. تتكلم بجد يستخف بكلامك، تطلب وضوح وصراحة يشوش عليك بكلام فارغ، أو يتهمك إنك درامي. يستفزك علشان تنشغل بإنه استفزك وتنشغل في غضبك وأعصابك اللي انهارت وتنسى الموضوع الأساسي. النقطة الخامسة، بيهرب من شعوره بالدونية. جواه نقطة سودة بتقوله طول الوقت أنت مش كفاية، أنت قليل، الناس كلها أحسن منك، الحب اللي أنت فيه أنت ما تستاهلوش أصلا، النجاح اللي حققته مش من حقك وأنت ما تستاهلوش أصلا. هو مش هيقول كده بصوت عالي، لكن ده إحساسه اللي حاسس بيه طول الوقت، ودي أكبر لعنة بتطارد النرجسي الخفي. من جواه حاسس إنه أقل حتى لو ظاهريا بيمثل، من جواه حاسس إنه مش كفاية، مش محبوب، مش مميز. فلما يبصلك ويحس إنك عندك حب حقيقي وهو ما يعرفش يحب، عندك كرامة وهو كرامته بيتمسح بيها الأرض كل شوية، عندك صدق وهو عايش كذبة، عندك قيمة وهو شايف نفسه مزيف وبيمثل، بيتوتر ويتنرفز ويحس إنه صغير قدام منك. لكن بدل ما يعترف لنفسه بيستفزك، مش بس علشان يهرب من إحساسه بالدونية، لكن كمان عشان ينقله ليك، يخليك أنت اللي تحس بالدونية مش هو. يستفزك علشان تشك في نفسك وتحس إنك ما تستاهلش وتحس إنك قليل زي النرجسي، علشان بدل ما هو اللي موجوع تكون أنت اللي موجوع. النقطة الخامسة، بيهرب من المسؤولية. النرجسي ما يقدرش يتحمل المسؤولية، سواء مسؤولية عاطفية أو مسؤولية نفسية. لو حصل أي مشكلة يستفزك، يخليك تتعصب، وبعدين يقولك شايف أنت اللي مش طبيعي، وبكده يقدر يهرب من المسؤولية ويهرب إنه يصلح أو يواجه الحقيقة. النقطة السادسة، بيستفزك عشان يهرب من الفضيحة النفسية. النرجسي الخفي مرعوب إنك تكشف حقيقته وتعرف عيوبه ونقاط ضعفه. كل ما يحس إنك بدأت تفهمه أكتر، فجأة تلاقيه بيستفزك، يشوش عليك ويربكك علشان يقلب الموقف عليك ويخليك تظهر إن المشكلة فيك مش فيه. لما يحس إنك قربت تفهم حقيقته أو تعرف عيوبه، بيحس كأنه أصبح عريان قدامك، فوراً تلاقيه بيستفزك كأنه بيعميك أو كأنه بيقول المشكلة فيك مش فيا. النقطة السابعة والأخيرة وأغرب حاجة، إنه بيستفزك لو حس إنه بيتعلق بيك، كأنه خايف يتعلق بيك. النرجسي الخفي لما يحس إنه بدأ يتعلق بالطرف التاني بيخاف جدا، بيحس كأنه بيتورط معاك عاطفيا، لأنه شايف التعلق ضعف وبيخاف يفقد السيطرة على مشاعره. والأسوأ من كده إنه بيخاف إنك تكون مهم بالنسبة له. لما يحس إنه بدأ يرتبط بيك عاطفيا أو يتعلق بيك، أو العلاقة بدأت تدخل في مرحلة الجد، بتلاقيه يرجع خطوة لورا بسرعة. بيستفزك علشان يرجع لورا قبل ما يتعلق بيك، كأنه بيستفزك علشان يفصل نفسه عاطفيا بسرعة. التعلق بالنسبة له ضعف وهو مش مستعد يبان ضعيف. التعلق بالنسبة له تهديد لصورة السيطرة والقوة اللي عاملها لنفسه، تهديد لأنه هيضطر يعترف إنه أصبح محتاج وجودك جنبه، وهو ما يقدرش يصارح نفسه إنه محتاج لحد حتى لنفسه. أول ما يلاقي نفسه بيتعلق بالطرف التاني، تلاقيه بسرعة بيقلب الترابيزة، بدل ما يقرب منك أكتر يبدأ يستفزك ويبعد عنك ويكسر أي لحظة قرب أو ود حصلت بينكم، كأنه بيقول أنا مش ضعيف، أنا مش محتاجك، أنا كمان هبعد وهوجعك قبل ما أنت اللي توجعني. الاستفزاز هنا بيحقق له هدفين. الهدف الأول بيفصل نفسه عاطفيا، بيحاول يقنع نفسه إنه مش متعلق بيك، يقلل منك أو يقلل من اللي بينكم، يكسرك أنت الأول علشان ما تسيبوش،
يكسرك انت الأول لأنه خايف انك تسيبه وتكسره، يبقى هو اللي بيبعد وهو اللي فوق مش انت. ساعتها هيستخدم جمل يهرب بيها من العلاقة. هيقولك أنا مش مستعد للعلاقة دلوقتي، ورغم ان هو اللي قرب منك وفتح المواضيع، لكن أول ما حس انه هيحتاجك فجأة هتلاقيه بيرجع خطوة لورا. وجمل تانية كتير، أنا كنت بضحك معاكي، انت فاكرة ايه، أنا ما وعدتكيش بحاجة، احنا أصلا مفيش بينا حاجة، انت عايشة فيلم لوحدك، ما تخلطيش الأمور، احنا كنا أصحاب وبس، أنا ما حسيتش بحاجة خالص، أنا أصلا ما بصدقش في العلاقات، انت اللي كنت متعلقة، مشكلتك مش مشكلتي، أنا ما ينفعنيش جو العلاقات ده، أنا مش زيك ما بعرفش أحب بسهولة. الجمل دي كلها بيستفزك مش علشان تنفعل أو تغضب، لكن بيستفزك علشان تبعد عنه، لأنه خايف يصدق إنه فعلا اتعلق بيك وخايف من المشاعر. بيحس إنه قدر يسيطر على مشاعره قبل ما تغلبه، وإنت بتتأذي وتدور على السبب وتبدأ تشك في نفسك بدل ما تشوف هو عمل فيك إيه. طبعا الاستفزاز عشان يهرب من مشاعره مش بيحصل لما تكون العلاقة في أولها، لكن ممكن يحصل في العلاقات الطويلة، زوج وزوجة والعلاقة بقالها سنين، وبرضه كل ما النرجسي يحس ناحية الزوجة بمشاعر الحب والتعلق يخاف ويتوتر ويتعمد يكون مستفز علشان يفرمل مشاعره. في دماغه اللي يحب أو يتعلق بيضعف، واللي بيضعف بيكون لعبة في إيد الناس. لو حس إنه بيحب الزوجة أو ارتبط بيها بيترعب من الإحساس ده ويقلب الترابيزة بسرعة، يستفزها بالكلام الجارح فجأة، يخلق مشكلة على حاجة تافهة يعاملها ببرود أو تجاهل، يكون كويس يوم ويومين يختفي نفسيا، وساعتها هتلاقيه بيقول جمل بتكشف اللي جواه. أنا مش عاطفي زي الرجالة التانيين، حب إيه وبتاع إيه، هو أنا برضو بتاع الكلام ده، هو أنا قلتلك إن هفضل أحبك طول العمر، أنا لو كنت فعلا محتاجلك كنت بينت من الأول، أنا اللي غلطت إني فتحتلك قلبي، واضح إني اندفعت، أنا ما قلتلكيش تحبيني، أنا كده، لو مش عاجبك امشي، في غيري، أنا ممكن أختفي في أي لحظة، أنا بحب أكون لوحدي وده طبعي، ما كنتش متخيل إني هرجع أفتح قلبي من تاني. جمل كتير بيكون معناها إنك مش فارق معاه ومستغني عنك، بيستفزك علشان تبعد عنه، بس الحقيقة هو في اللحظة دي بيكون حاسس إنه اتعلق فبيترعب ويخاف من الإحساس، بيعتبر الإحساس خطر عليه، لو اتعلق بيك بيعتبره ضعف، وفورا مخه بيقوله لو ضعفت هيوجعوك ويتحكموا فيك أو حتى يسيبوك، انت اللي لازم توجعهم وتتحكم فيهم وتسيبهم. يستفزك علشان هو نفسه مرعوب من فكرة انك بقيت مهم عنده، يكسرك ويوجعك ويخليك تايه وتشك في نفسك، وهو يرتاح شوية من رعب التعلق اللي مش عايز يعترف بيه. النرجسي الخفي بيستفزك مش علشان يضايقك، لكن عشان يعوض، يداوي، يهرب، يثبت لنفسه انه مش ضعيف. بيستفزك لانك المراية اللي بيعكس فيها كل الجروح القديمة. الاستفزاز عنده مش وسيلة هجوم، الاستفزاز عنده هو طوق النجاة، طريقته انه يحس بالقوة، طريقته انه يثبت وجوده، بس للأسف النجاة بتاعته بتيجي دايما على حسابك.